من الطرق اللي بيتعلموا ان هم يعملوا بيها سيلف سودنج من وهم صغيرين. احنا قلنا ان ده حد بيتعلم من وهو صغير انه انا لازم اعمل لنفسي سيلف سودنج، لازم اتعلم ان انا اعمل لنفسي تهدئه لمشاعري السلبيه او لاحتياجاتي العاطفيه. محدش تاني هيعمل لي ده، فبتعلم ان انا اعمله لنفسي. فغالبا بيعملوه لنفسهم من وهم اطفال بطريقه اكسترنال، بطريقه خارجيه. ممكن تكون عن طريق يعني كل واحد بقى حسب شخصيته، فممكن مثلا تكون عن طريق القرايه، عن طريق الرياضه، عن طريق الاوفر ايتنج، عن طريق الاكل، عن طريق اي حاجه تانية بيعملوها. وبيتعودوا ان هم يعملوا ديستراكشن لمشاعرهم، او يعملوا ديستراكشن عشان ما يحسوش بمشاعرهم. فده بتلاقوه شخص حياته مشغوله جدا جدا. ودي من الحاجات اللي هتلاقوها يعني لما نتكلم بعد كده عن الكابلز اللي احد الاطراف فيها عنده هذا النمط من التعلق، هتلاقوا من الشكاوى دايما ان هو حياته مشغوله قوي، ما عندوش وقت ليا. لان هو من وهو صغير، من بدايه حياته وهو بيكبر، اتعلم انه علشان طول الوقت يعمل ديستراكشن، هو مش عايز خالص يحس باي مشاعر جامده سواء حلوه او وحشه. خلاص هو اتبرمج من وهو صغير ان فكره المشاعر دي فكره مؤذيه، فانا مش عايز احس بمشاعر جامده علشان انا مش عايزه اتاذي، وما اتعلمتش ان انا اتعامل مع مشاعر جامده، فبعمل ديستراكشن طول الوقت. فبتلاقيهم ناس مشغولين جدا، حياتهم مليانه شغل، مذاكره، اكتيفيتيز، رياضه، اصحاب، نشاطات اجتماعيه. اجل كل واحد طبعا حسب شخصيته واهتماماته، ولكن بتلاقوا اهتماماتهم وحياتهم مليانه بشكل كبير جدا. وده بيخليهم يبقوا ناس كمان ناجحين في حياتهم بدرجه كبيره. الاندبندنس العاليه جدا اللي عندهم، الاعتماد على الذات، الاعتماد على النفس العالي جدا اللي عندهم من هم صغيرين، وان هم اتعلموا وتعودوا من هم صغيرين ان هم يحلوا مشاكلهم بنفسهم. ده بيخليهم لما يكبروا يتعاملوا مع الحياه بالطريقه دي. فغالبا بتبقى ناس ناجحه جدا في شغلها، ناس بتنجز وبتحقق نجاحات وانجازات، ناس بتعرف تعدي من مشاكل كبيرة بطريقة كويسة.